ربي بالمصطفى عليه صلاة وعلى آله مع الصحب طرا ليغفرا جملة الذنوب وجدلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى. السادة العلماء الأفاضل، سماحة الشيخ البشير، هؤلاء الضيوف الكرام جاءوا من شتى بقاع العالم، من أفريقيا، من آسيا، من تايلاند، ومن المملكة العربية السعودية، ومن المغرب الشقيق، ومن تركيا، ومن الولايات المتحدة، ومن نيجيريا والنيجر وغيره من مختلف بلاد العالم. هؤلاء جميعا جاءوا، ومن الصومال أيضا. هؤلاء جميعا جاءوا تلبية لدعوة الشيخ الخديم ومشاركة معه في هذا في يوم الشكر هذا. والحمد لله. وأيضا صديقك الذي زارنا مرات شيخ فايد من بريطانيا. الحمد لله أن هذه الدعوات بدأت منذ مدة لمالي الدبلوماسية الدينية وشد أواسر التعاون مع جميع الحضارات الإسلامية والمؤسسات التعليمية والجامعات والطرق الصوفية. ومنذ تأسيس الهيئة المنظمة للمجل برئاستكم وبمساعدة هؤلاء العلماء النيرة الشيخ عبد الأحد والشيخ عبد الأحد وغيرهم، رأينا تطورات جمة في هذا الخدمة الجليلة في نشر دعوة الشيخ الخديم. وما هذه الندوة المباركة التي نظمتها في دار القصائد إلا ثمرة من ثمار هذا التوجه الجديد لفتح آفاق التعاون مع جميع المؤسسات الإسلامية والجامعات والباحثين والمثقفين. والحمد لله أثمرت هذه الجهود ثمرات علمية مباركة. فبيننا الآن هذا الكتاب القيم بيدك، منابر الشهادة على مناخ الأمن والسعادة، شرحا لكتاب شيخنا أحمد الخديم لقصيدته المباركة في العقيدة الأشعرية. قام بها هذا العالم العلامة الشيخ الجليل شيخ بلال. وكل هؤلاء أيضا قاموا بجهود عظيمة في خدمة التراث الخديمي. والشيخ عبد الله الرشيد قام بتحقيق كتاب مقدمة الخدمة في الصلاة على نبي الرحمة، وسوف ينشر أيضا في أرض الحرمين الشريفين. فهذا لا شك أنه تحقيق لأمنية الشيخ الخديم. والشيخ حمزة الكتاني اكتشف لنا كنوزا كانت دفينة من العلاقات بين الطريقة الكتانية والطريقة المريدية. وأمس في تلك الجلسة العلمية بين لنا كثير من أوجه هذه العلاقة، وهو الآن مستعد لتحقيق كتب الشيخ
وشرحه ونشره في العالم. وكل هذه ما شاء الله ثمرة من توجهكم الكريم ورؤيتكم الثاقبة في التعاون مع جميع هؤلاء العلماء. وإن شاء الله أيضا صديقك شيخ فايد عنده مشاريع أخرى في الكتابة وفي التعاون بين الطريقة المريدية ومؤسساتهم في أوروبا. لا نطلع عليكم لأننا نعرف أنك عندك كثير من المهمات. فقط نعطي الكلمة لشيخ بلال يلقي كلمة وإن شاء الله. والشيخ فايد وصل متأخرا ولم يحضر أمس الندوة، وإذا استطعنا أن نعطي كلمة قصيرة إن شاء الله نيابة عن ليكون بديلا عن كلمته. إذن فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. باسمي وباسم زملائي والوفود المشاركة في هذه الندوة العلمية أشكركم ونشكركم جميعا على حسن ضيافتكم وعلى استقبالكم وعلى ما قدمتم في سبيل إعطاء هذه المجال صورة حقيقية عن حسن الضيافة ونحو ذلك. وأهم ما في هذا الأمر أننا نرى في كل سنة، حضرت أنا أكثر من سنة، نرى في كل سنة ولله الحمد أمرا مهما، وهو أن الطريقة تعطي وقتا أكثر للندوات العلمية، وهذا عمل لا يخفى عليكم بأنه أصل التصوف، الجمع بين العمل والعلم. والحمد لله تعالى آثار هذه الطريقة بالعلم إن شاء الله ستصل إلى أمريكا وإلى ما وراء البحار وإلى بلاد، ونحن إن شاء الله نعمل على ترجمة هذا الكتب العقيدة للشيخ الخديم رحمه الله تعالى النافعة للمسلمين بأكثر من لغة، وإن شاء الله يكون هذا خير منتشر على أيديكم. شكرا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لخدمة هذا العلم النافع ولخدمة هذا الأثر الشريف عن الشيخ رحمات الله تبارك وتعالى عليه. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه ونشكركم جزيل الشكر على ما قدمتم وتقدمون. ولعلي أحمل بشارتين. البشارة الأولى أنه بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هذه الطريقة لأول مرة عندنا في بريطانيا، وهذا من التطورات الجميلة التي تحدث، أن السنغال أصبحت دولة عضو في مركز أمناء المركز الثقافي الإسلامي، وهذه نعمة سبحان الله. ربما لولا هذه الصلة بهذه الطريقة لما كانت، فانضمت إلى رفيقاتها من 26 دولة إسلامية في مجلس الأمناء، وهذه بشارة وجهد كبير جدا. وأشكر الله سبحانه وتعالى وأشكر أخي الشيخ شعيب أيضا عندما كنا بدأنا هذا العمل قبل سنوات. الأمر الثاني أيضا سبحان الله من بركات توارد الأفكار، أنه الشيخ عندما أنشأ سيدنا الشيخ منتقى حفظه الله المعهد الدولي للطريقة المريدية للمسلمين الجدد، سبحان الله في نفس التوقيت بفضل الله سبحانه وتعالى وتوارد بركات الله سبحانه وتعالى أنشئت مؤسسة أمان في بريطانيا، وبإذن الله تعالى تسير هذه المؤسسة وتلك المؤسسة بنفس واحد وببركة واحدة. والحمد لله رب العالمين. أبناؤكم في الطريقة في بريطانيا اليوم يحتفلون ذلك الاحتفال الكبير أيضا سبحان الله. يعني آثرنا أن نكون هنا بدل أن نكون معهم، ولكن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. بدأت صغيرة كما هو يقول فقهاؤنا الفجر الصادق يبدأ صغيرا ثم يكبر. بدأت بأعداد صغيرة واليوم ما شاء الله تبارك الله شهدتها عندما كانوا أفراد، واليوم جاليات كبيرة. وبركة زيارتكم الكبيرة التي أثرت تأثيرا كبيرا جدا، بعد زيارتكم أصبح لنا موقع في لندن رسمي ولله الحمد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ويحفظكم ويجزيكم خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ
السنغال وهذه الطريقة وهذا الأثر المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صدق النية والإخلاص، وجزاكم الله خير. xanaa rek tënk li mu wax ci wolof mooy bi mu dafa taxawal kër goo xamee ni way tuub yu bees yi la ko jagleel te bi mu koy xalaat da cee waxtaan ak Sëñ Muntaxa fekk Sëñ Muntaxa di defar tamit kër di ko jagleel way tuub yu bees yi fii mu ne loolu ak dëppoo la. beneen bi it nee na bi muy fay nekk murid yi njëkk def màggal foofu ci moom lañ ko defee nee lu ndaw la woon waaye nee na ah alhamdulilah ku màggal màgg cant gi ku yokk cant yokk dafa mel ne murid ya lañ tàmbali woon màggal gu ndaw googee ci saal bu ndaw mu fekkee ko moom ànd koog ñoom tey nee na yokkuwaat na di yokk moom sax la waroon a àndal ñoom sax defandoo ko waaye nga mu ne lii lay teewee waaye nee na diggante si yéeg na dox bu gaaw a gaaw léegi mbooloo mu baree baree àndandoo di ko def te it nee na bi ngay ñëwee ziar si ko seetlu nañ ne yokk amaat na ndax ñoom léegi am nañ centre bu mag ci digg Londres doon ay étages yu baree baree bari ñu jox leen ko ñi ciy liggéeyal yàlla te lépp gratuit la te loolu lépp xam naa ne ci barkeb sëriñ bi ak seenu jëflante bu rafet rek loolu lépp Cheikh Bilal it waxit impression bi mu am ci dëkk bi wane ne li ko ñu gën a jaaxal xam-xam dafay fees dell liñ fi jataay xam-xam yi li fi tuuru nee na dafa mel ne ñun xam-xam moo ñu gënal lu dul xam-xam loolu impression boobu la ci am waxit noppi gum noppi ngir jëflanteeg yoon wi ci xam-xam ñeneen tamit am na ku jógee Nigéria loolu la wax nee na première màggalam a ngi nii waaye moom sax gëstukat la du sëriñ waaye li mu gis tarixe bu fees dell xam-xam la te xam ne ne li ñu yor buñ ko tasee ci àdduna bi loolu Cheikh Hamza mi wax na ko buñ ko tasee ci àdduna bi moom ay maamam ñoo njëkkat mool mindi Sëñ Tuubaa mooy Cheikh Tibri muy njëkk mi daan moolal Sëñ Tuubaa dëkkoon ak Sëñ Tuubaa fii jóge Maroc ñëw dëkk fii lu mat yaakaar naa fukki at door fa jóge dem dëkkiwaat Arabie Saoudite ba jàngale fa xadis ba mujj am na benn xaadi Màkka bind na benn téere di wax ay sëriñam tudd leen ci Sëñ Tuubaa loolu ci moom nii lañ ñu ko gisee wane ne kon moom ay maamam la kon gis na seeni archive netti na ci lu baree baree bari wane ne dimension internationale bi njàngaleem Sëriñ Tuubaa amoon dafa mel ne loolu ngeen di indiwaat kon liggéey bi daa mel ne alhamdulilah rek la ñuy wax comité bi dafa mel ne liggéeyam rek bu doon lii dañuy jàpp ne ab dox bu am solo kon nag yàlla na leen yàlla gën a taxaw ci taxawaay yu am solo yi ngeen def ndax ab jéego la lu yoon wi doxoon ngeen àggalewaat ko fi kon ñu bàyyi la ngeen kàddu ji idan uballigh kalimat ash-shaykh niyabatan anhu faqad kalimat shukr wa ishada biqamatikum al-ilmiyya wa ya'rif annakum mashghuluna jiddan wa lakum ihtimamat wa mas'uliyat ولكن تركتم كل تلك هذه الانشغالات ولبيتم دعوة الشيخ وجئتم إلى طوبى إحياء لهذا اليوم يوم الشكر لله تعالى. إنها احتفال بانتصار الإسلام وقيمه وقيم السلم على قيم الكفر والطغيان. لقد كان هذا اليوم منذ أكثر من 100 سنة يوما حزينا جدا. جاء المستعمرون وأخذوا شيخنا، والشيخ أشار إلى ذلك في قصائده: أسير مع الأبرار حين أسير وظن العدا أني هناك أسير. ولكن قال في هذه القصيدة: قصوري خلت والأهل عني تفرقت لمدح الذي عنه مديه قصير. هكذا كان معركة الإيمان بين الحق والباطل، فانتصر الإيمان، فانتصر الشيخ الخديم، فانتصر ليس بشخصه ولكن بدينه وبما يحمله من قيم. هكذا نحن الآن في السنغال وفي شتى بقاع العالم نحتفل ليس بشخص الشيخ ولكن بقيمه
ومبادئه التي انتصر في هذا أمام طواغيت الكفر، أمام جيوش الطغيان والإمبراطورية القهر. والحمد لله هذا دليل على أن وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أن من انتصر بالله وبدينه وبإيمانه سيكون الله نصيره. والحمد لله كما يقول شيخنا الخديم: فالأولياء أدلة التصحيح لدينه وصدقه الصحيح. إذن هذا النصر إنما هو شهادة على أن الحق حق وأن الباطل باطل. الحمد لله أنكم لبيتم هذه الدعوة وجئتم مع الشيخ للاحتفال بهذا النصر وأداء واجب الشكر. إنه يوم شكر لله، والشكر قيمة إسلامية وفضيلة من فضائل هذا الدين، ليس بدعة ولا شيئا جديدا في الدين، إنه أصل الدين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إذن هذا اليوم يمثل قيم الشكر بحقيقته. إذن جئتم تلبية لهذا الدعوة، فالشيخ لا يملك إلا أن يشكركم غاية الشكر على مجيئكم ومشاركتكم معه في هذا الاحتفال، فجزاكم الله خيرا. فأيضا إن هذا مجيئكم هذا فتح باب تعاون بين طوبى وما تمثلونه أو ما تمثل مؤسساتكم العلمية وطرقكم الصوفية، فتح بابا جديدا في التعاون. لا بد أن نعمل سويا في تحقيق تراث مشايخنا ومحاولة إدخال هذا إلى العالم التائه. طبعا العالم الآن مزقته الحروب والقلاقل والفتن، فدعوة التصوف ودعوة المشايخ الأفاضل ودعوة الشيخ الخديم الذي قال: إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن شاهد. إن شاء الله على هذا الطريق سائرون، وإن شاء الله نلتقي معا في خدمة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. ونقول لكم شكرا وغاية الشكر، وإن شاء الله نتمنى أن نراكم العام القادم وفي الأعوام القادمة إن شاء الله نحتفل بعيد الشكر ونحتفل ونذوق ما قاله الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. شكرا جزيلا ووجدنا من المعاني ما لا نستطيع أن نحصيه أو نكتبه في كتاب. ووجدنا من الملامح التي فيها إشارات ودلالات كيف ممكن أن نساعد العالم، وكيف ممكن أن تنطلق منهجية الشيخ الخديم في نفع المسلمين وفي نشر فكر المحبة وفكر السلام وفي بناء الإنسان. يعني أنا تلمحت بين تلك المشاهد الذي رأيتها، تلمحت معاني ومواقف وأشياء جميلة جدا، وفي نفس الوقت عبودية واستقامة وشريعة. وهذه يعني من فضل الله سبحانه وتعالى يعني عليكم وعلى الناس. والحمد لله الذي عرفنا بالشيخ الخديم وعرفنا بذريته المباركة وعرفنا بهذه البلدة المباركة. وإن شاء الله بعون الله عز وجل نحن في الأكاديمية العالمية لعلماء الوسطية سنسعى لخدمة كتب الشيخ الخديم بإذن الله عز وجل، وبالكتابة عن الشيخ الخديم يعني لكن بخطاب نتحدث فيه عن منهجيته للعالم، منهجيته للمسلمين، حتى نعيد تجديد ونشر صياغة هذه الفكرة، فكرة الدعوة وفكرة المحبة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. شكرا لكم يا سيدي، الله يحفظكم. dëgg kàddu gu yéeme sax la wax ci bi mu fi ñëwee li mu fi gis ci xam-xam ak sëriñ bi nu mu war a mën a xeetalee adduna bi yéem na ko lool mu wax ne daal incha allah li des damay tënk rek fas naa jël xalimaam di ci liggéeyal sëriñ Tuubaa bu baax a baax ci génne ay téereem di génne mbindam
ak di ci jëriñ mbindeef yi ndax xam na ne valeur yi ci nekk mën naa xeetali àdduna ndax mbëggeel moo ci nekk jëriñ mbindeef moo ci nekk bëgg yonent bi moo ci nekk ak lépp loo xamee ne rek mën naa sauver doomu aadama moo tax nee na dana ci liggéey bu baax a baax dana def yitteem di bind ci Sëñ Tuubaa lu bari ak di génne ay mbindam ak di génne ay téeréem loolu daal ci gàttal ak yeneen kàddu yu ama am solo sax yu mu ci wax waaye ci tënk rek loolu mënees na ko ciy génne ci wax ji rabbi bil mustafa alayhi salaatun wa ala alihi ma'a sahbi turra lighfiran jumlata dunubi wa juduli